أهلا وسهلا بيكم. جولة جديدة في القاهرة وسط البلد. وقبل ما نبدأ ياريت نشترك في القناة وندعمها. لو حابين مكان معين أصور فيه اكتبولي وإن شاء الله هصور في مصر وخارج مصر إن شاء الله. هنبدأ جولتنا من شارع أحمد بدوي، وهنمر على أماكن كتيرة: كوبري 6 أكتوبر، وشارع رمسيس، ومقابر المماليك، وفيها طبعا التراث الإسلامي والمباني الإسلامية، ومحور جيهان السادات. كل مكان هنمر فيه هيبقى اسمه مكتوب في الفيديو، وهيظهر اسمه تحت زي ما احنا شايفين كده. في نهاية شارع أحمد بدوي بنوصل للنفق، نفق أحمد بدوي، وبعد كده بنطلع كوبري 6 أكتوبر. يا ريت لو مكمل لسه بتتفرج على الفيديو تدعم القناة. واحنا فوق الكوبري بنشوف مباني خاصة بالسكة الحديد وخاصة بالصيانة للقطورات. بعد كوبري 6 أكتوبر بنوصل لشارع رمسيس، بنشوف المباني القديمة، مباني تعتبر مباني أثرية. خصوصا المبنى ده أنا مركز عليه بالكاميرا لأنه مبنى فعلا هو قديم جدا، ولكن لو اترمم واتجدد هتشوف ان هو قصر، مش بيت عادي. الشبابيك الخشب الكبيرة، ارتفاعها غير تقليدي. تصميم البلكونات في البيوت القديمة برضو ملفت للنظر. حقيقي البيوت القديمة اتصممت بفن. بعد كده بنوصل لمقابر المماليك، كلها معمولة يعني تصميم المعماري الإسلامي، التراث الإسلامي القديم. قبب
وزخارف. تعتبر من أقدم أماكن في القاهرة. وآخر نقطة في الجولة محور جيهان السادات. ده طريق واسع وحديث بيربط بقى المناطق القديمة بالمناطق الحديثة، ويودينا بعد كده نكمل في جولة تانية محور المشير. ودي تعتبر نهاية الجولة. ولو حابب أماكن معينة تتفرج عليها اكتب لي في الكومنت. شكرا.